هاتي كده كيلو لبن يلا وتعالي نعمل أجمل زبادي لسحور رمضان. مفيش أحلى من عمايل إيدينا وإن شاء الله ناجحة معاكي ومن أول مرة. السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الامة الاسلامية، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة طبعا وانتم طيبين. تعالوا نعمل الزبادي بطريقة ممتازة. هتعمليه عندك في فرن البوتاجاز من غير مكنة زبادي ومن غير اي حاجة خالص. كل اللي هتحتاجيه كيلو واحد من اللبن، وعليه كده آم، علبتين صغيرين من الزبادي، اي نوع زبادي انت بتحبيه، المراعي بقى، اي نوع زبادي انت عايزاه او اي شركة زبادي انت بتجيبي منها وانت حابة طعمها. هاتي النوع اللي انت بتحبيه. وتعالوا كده بقى نغلي كيلو اللبن كويس جدا، اغليه كده مرتين ثلاثة وبعد كده سيبيه يهدى خالص. بس يلا قبل ما نعمل اي حاجة، لو مش مشتركة في القناة اشتركي يلا عندي في القناة، هتنوريني طبعا وتفرحيني باشتراكك معايا. واهلا بكل اخواتي وحبايبي اللي منورني على القناة. ربنا يكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. قلبت كده اللبن بتاعي، وطبعا اللبن سبته ساعتين يبرد. اللبن عامل زي دمع العين، دافي بس. بعد ما غلي سيبيه ساعتين كده يبرد، وبعد كده يلا نضيف عليه معلقتين الزبادي او كوبايتين الزبادي. دول هي الكوبايه اصلا يا دوب معلقه، انا جايبه دانون. فهعمل بقى كده الكوبايتين دول. الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي ب4 جنيه، تمام. هحط كده الكوبايتين وبعد كده هقلب كويس جدا. على فكره ممكن تعملي الخطوه دي في الخلاط، تحط الكوبايتين الزبادي دول وعليهم كده كوبايه من اللبن، واخلطوهم كويس في الخلاط وبعد كده ضيفيهم على المكونات بتاعتك. بس انا معايا مضرب يدوي بقى، وهقلب كويس جدا. حاولي بقدر الامكان ان انت تقلبي كتير قوي عشان اللبن بتاعك يعمل رغاوي كده على على الوش. فالرغاوي دي بقى كده تبقى وش الزبادي عندك تعمل سمك تقيل كده وتبقى حلوة جدا. طبعا اللبن بخيره، مش واخدين منه القشطة بتاعته، مش واخدين منه اي حاجة. كيلو لبن جاموسي بخيره، تكون طبعا جايباه من حته موثوق فيها، تمام. قلبي بقى كويس جدا شمال ويمين واليمين وشمال. حسي كده ان خلاص كل حاجه اتدمجت في بعضها، ما فيش زبادي مش مع اللبن خلاص. قلبيهم كويس جدا جدا. وهما دول بس كده اللي هنحتاجهم، مش عايزين اكتر من كده. هو كيلو اللبن وكوبايتين الزبادي. تعالوا بقى كده نعملهم ونشوف هنحطهم ازاي. اولا كده انا كان عندي الطاجنين دول، واحد صغير كده وواحد كبير عنه شوية. ممكن تحطيه في كوبايات، ممكن تحطي في طواجن، ممكن تحطي في اطباق، ممكن تحطي في اي حاجة موجودة عندك وتعملي فيها الزبادي، كبيرة او صغيرة، اي حاجة موجودة عندك. انا جبت صينية، والصينية دي طبعا تكون ألمونيا او سلستين او صاج. المهم الحاجة اللي هتحط فيها الكوبايات بتاعتك او الاطباق بتاعتك لازم تكون تستحمل درجة الحرارة، تمام. هملي طبعا الطواجن الفخار بتوعي دول. وكمان كان عندي علبة برضو من الازاز كده همليها كويس جدا. وبعد كده خلاص هغلي بقى مية في اللهم صل على سيدنا محمد، في الحلة طبعا اللي انا كنت عاملة فيها اللبن، تمام. هملي كده بقى المية واغليها. اول ما الميه عندي تغلي، لو الحاجه اللي انت حاطه فيها ألمونيا هتحط فيها معلقه من الخل. ليه معلقه من الخل؟ عشان ما تزرقش منك، تمام. وطبعا الميه غليت عندي وانا مشغله الفرن على درجه حراره عاليه جدا، يعني على درجه حراره كده 180. الفرن شغال وانا بجهز كده من اول ما حطيت الميه تغلي وانا مشغله الفرن، تمام. الفرن سخن جدا والميه مغليه كده على اللهم صل على سيدنا محمد، على الصينية اللي فيها الزبادي بتاعنا. وكمان دول الكوبايات اللي انا كنت حطاهم، هحطهم كده برضو في المية المغلية في الحلة. شايفين الطريقة سهلة جدا جدا، حاطة في كوبايات شاي وحاطة في كوبايات عصير وحاطة في كمان الطبق الفخار زي ما انتوا شايفين معايا كده. هغطي بقى على دول كويس جدا، وقبل ما نغطي عليهم بأي حاجة لازم تغطي عليهم بفوطة كويس الأول، فوطة نضيفة كده، عشان طبعا المية السخنة دي هتطلع عرق كده، فالبخار بتاعهم او العرق بتاع المية ده كله ما ينزلش على اللهم صل على سيدنا محمد، ينزل على الزبادي بتاعنا، تمام. فيبقى شيء يعني يبقى على وشه ميه. فوطين كده نضاف، وابدأي ان انت افرشيهم على الزبادي بتاعك وبعد كده غطي عليهم وعلى الفرن بقى وحطيهم. ويا دوب هما 5 دقايق وطفي الفرن وسيبيهم.
يعني 4 ساعات بالضبط وافتحي عليهم، ده أنا باقول أشعار والله. هنحطهم بقى كده في الفرن وخلاص بعد 4 ساعات، أو أنا عملتهم بالليل وتاني يوم الصبح على طول الفجر كده طلّعتهم، يعني ساعة السحور طلّعتهم بقى كده وتعالوا نشوف الزبادي بتاعنا. عملتهم بالليل بعد الفطار وفتحت عليهم ساعة السحور. شايفين الزبادي؟ ما فيش بعد كده زبادي، جميل، 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 بجد من كتر حلاوته كده هو بيوصف نفسه. شايفين عامل إزاي؟ طبعًا هتتسحّري منهم، واللي يفيد معاكِ تحطيه في التلاجة يفضل معاكِ كده، عايزة أقول لِك أسبوع ما شاء الله بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. حلو جدًا. هو على فكرة الزبادي ممكن بيقعد 14 يوم كمان مش أسبوع بس، فيفضل معاكِ أسبوع كده تتسحّري منه كل يوم كوباية كده، ما فيش بعد كده. وانسي بقى إنِّك تشتري حتّة قد كده وب4 جنيه، لأ اشتري أنتِ بقى الكيلو اللبن بال20 جنيه واعملي أحلى زبادي ممكن تاكليه. شايفين عامل إزاي؟ ما شاء الله متماسك جدًا، واللي في الكوباية زي اللي في الفخار زي اللي في الطبق الصغنن الإزاز، ما شاء الله متماسك وجميل وزي العسل. هافضّي بقى كده الزبادي بتاعي من المَيّة بقى اللي أنا عاملاها دي. شايفين كمان الصينية الألمونيا، المَيّة اللي فيها كمان ما خلّيتهاش زرقت ولا حاجة، لإن حاطة معلقة خل في المَيّة ففتّحت الصينية طبعًا. شايفين عاملة إزاي؟ متماسكة جدًا. شايفين؟ طبعًا ما فيش بعد كده، ناجحة 100%. اعمليها بالطريقة دي وإن شاء الله تبقى معاكِ زي العسل. شايفين؟ خلاص دي كده الطريقة بتاعتنا، يا رب تعجبكم ويا رب تستفادوا منها. وطبعا ما تنسوش تحطوا اللايك الحلو اللي بيشجعني انزل لكم ان شاء الله فيديوهات كتير باذن الله. شايفين الزبادي عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. ده كان الزبادي بتاعي، عملته معاكم قبل كده السنة اللي فاتت على القناة في رمضان برضو. ربنا يعود عليكم الايام بخير، اللهم امين يا رب العالمين. الزبادي طبعًا على التلاجة على طول، وافطري استحضري منه بقى كده عادي. وتعالوا نشوف عامل إزاي بعد ما خلصناه. شايفين؟ كده كمان قبل ما يتحط في التلاجة. وعايزة اقول لكم اول ما يتحط في التلاجة بقى ويقعد ساعة كده بيتماسك كمان عن كده ويبقى زي اللي انتي بصي مش هتفرقيه عن التاني خالص. مش هتحسي ان في فرق بين اللي انتي عاملاه واللي انتي شارياه جاهز. زبادي طبيعي ومضمون في بيتك وعلى ايديكي، وعارفة انتي عاملاه ازاي وعارفة ايه اللي انتي حطاه في الزبادي بتاعك. شايفين؟ يعني لو مش عندنا مكنة نعمل احلى زبادي وناكله في بيتنا كمان، ومش لازم مكنة الزبادي. شايفين؟ يلا كده حط تعليق حلو منك صلي فيه على رسول الله. وكمان لو مش مشتركة في القناة اشترك يلا معايا وفعلي زر الجرس على الجميع. ان شاء الله فيديوهاتنا الجاية كتير وهتعجبكم جدا وان شاء الله تستفادوا منها. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك